السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الهنا ومساء السعادة عليكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله فيديو حلو كده، وفيديو كله حماس وكله طاقة إيجابية. أول حاجة كده قمنا عملنا الفطار على طول، وهنشوف بقى شوية المشتريات اللي جبناهم من السوق النهاردة، وجبنا حاجات حلوة قوي من السوق. يا رب إن شاء الله تعجبكم كده. أول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا رب. يا رب تكونوا دايما في حياتي كده، والقناه تكبر بيكم وليكم باذن الله. مساء كل حاجة حلوة، مساء السعادة، مساء الهنا، مساء الرضا، مساء مليان كله بصوا من خيرات الدنيا يا رب، اللهم امين. مساءكم ابيض زي قلوبكم. النهاردة بإذن الله فيديو حلو، فيديو حماس وفيديو مشتريات كده، وعملنا بقى شوية إيه حاجات حلوة في الفيديو هتعجبك بإذن الله. انزلي بس حط اللايك كده، وما تنسيش الاشتراك لو مش مشتركة، وفعل الجرس يا قلبي عشان يوصلك مني كل جديد. نزلت السوق بتاعنا بقى، وبسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يا جماعه الاسعار الايام دي حلوه جدا. لو لسه ما جبتلكيش طماطم هاتلك شويه طماطم كده، والحقيقه بقى خزني، اعملك شويه صلصه، خزنيها سليمه زي ما انت حابه تعمليها. حلوه جدا الطماطم، ورخيصه قوي قوي، برخص التراب بتهيالي بقى، مفيش اكتر من كده. انا جبت الطماطم دي بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم يا جماعه زي التفاح. والله جايباها الكيلو وربع ب5، يعني الطماطم دي الكيلو وربع ب5. شايفينها عامله ازاي؟ والطماطم دي يا جماعه الطماطم اللي هي المسكره الحلوه، بسم الله ما شاء الله. وجبت كمان طماطم اللي هي البيت والحمرا دي برضو على سعر برضو الكيلو وربع ب5. وبعد ما جبتها والله بشويه كمان ندهوا بقى الكيلو ونص وكده. بس عايزه اقول لك مفيش واحده وحشه، كلها متنقيه بالواحده. زي ما انت شايفه بقى، قلنا بقى هنعمل شويه صلصه. ملات الحله دي كده، قلت هعمل شويه دول صلصه، وايه ودول احطهم في التلاجة. نشوف بقى الحاجات اللي احنا جبناها. وجبنا كرنبيت بقى، بسم الله ما شاء الله. جبت كرنبيتين دول، انا جبتهم الاتنين ب5. عايزه اقول لك الاسعار رخيصه جدا. البطاطس الحلوه ديت ما شاء الله تحمير وجميله، جبتها على الكيلو وربع، الكيلو وربع ب10. يعني جبت الاتنين كيلو ونص ب20. يا جماعة والله الأسعار دلوقتي الخضار رخيص قوي، رخيص رخيص جدا. في الشتاء طبعا بيرخص، والأيام دي الحمد لله بدأت الأسعار ترخص. فنبدأ نخزن بقى شوية بسلة، شوية طماطم، أي حاجة حابة تخزنها خزنه، كل حاجة رخيصة. انتوا عارفين أنا جايبة البسلة دي على كام؟ والله جايباها على 10 جنيه. كيلو البسلة ب10، بسم الله ما شاء الله. جبت 2 كيلو، قلت ايه يعني اليومين دول كده هجيب 2 كيلو دلوقتي، وان شاء الله على السوق الجاي اجيب حتى كمان 3 كيلو، يبقوا حلوين اول الخزين، مش مشكلة يعني، نعمل منهم في رمضان وكده. جبت السفندي العسل دهوت، جبته برضو على 10 جنيه، جبت 2 كيلو. والبتنجان كان بالكيلو ونص ب10. البتنجان دهوت الكيلو ونص ب10. اما الموز كان ب20 جنيه، جبت برضو 2 كيلو ب40 على 40. اهو بسم الله ما شاء الله، الموز حلو زي العسل اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. اهو بصوا بقى الجمال اهو، ما شاء الله ما شاء الله زي العسل. نبدأ بقى نخزن شوية حاجات حلوة كده، علشان ان شاء الله بإذن الله كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان المبارك خلاص على الابواب كده. فنبدأ بقى نخزن شوية حاجات حلوين. جبت التلات ربط ليفت دول عشان نعمل شوية مخلل بقى مشكل كده حلوين، جبتهم التلاتة ب10. 3 ربط جبت التلاتة ب10. وكنت جايبة برتقان اللي هو السكري، كنت جايباه على الكيلو ب10 برضو. جبت 2 كيلو. هنبدأ بقى نشيل كده في برضو حبة حاجات هوريكم. الشطة دي والله جايباها شطة على فلفل كده برضو ب10 جنيه. ما شاء الله زي العسل اهي. يعني بقول لكم الاسعار رخصت يا جماعه، رخصت. وانا من نوع الناس اللي ما بحبش، يعني انا بخلص شغلي واروح السوق، فلما بروح السوق متاخر شويه بتلاقي ما شاء الله الحاجه بتبقى حلوه ومرميه في السوق، والحاجه السوق مليان، لان طبعا موسم الخضار كل حاجه رخيصه وكل حاجه كتيره. فبيفضل السوق عمران لحد امتى؟ فانا بروح السوق متاخر شويه، بروح اجيب كل حاجتي زي ما انتوا شايفينها، وبجيب الاسعار اللهم بارك اللهم بارك زي العسل. وعمري ما بجيب حاجه وحشه، بالعكس بجيب الحاجه حلوه جدا وباسعار تكون حلوه ومرتاحه. نبدا بقى نقطع شويه المخلل بتاعنا. انا كنت ايه كان عندي شويه جزر كده صغيرين صراحه، قلت بقى ايه هنعمل شويه جزر. وقطعت كرنبيطه اللي هي الصغيره ديت برضو زي حلقات صغيره كده او وردات صغيره. وقلت بقى ايه كنت انا نضفت اللهم صل على النبي، اللفت. حشت منه كده الحته الخضراء بتاعته كلها ونضفته زي الفل اهو. هبدا برضو اخرطه. نعمل بقى مخلل رمضان كل سنه وانتم طيبين. طبعا البرطمان دي بسم الله ما شاء الله برطمان كبير وحلو. قلنا بقى نخلله على ما يجي باذن الله رمضان، هيكون اتخلل كمان ويكون زي الفل، يبقى معانا جاهز.
ايه من التجهيزات برضو بتاعه رمضان الحلو. ممكن بقى نشتري عليه بقى برطمان زيتون صغير، إيه زي ما انت حابه يعني، تشتري برطمان ليمون، اي حاجه. والله الليفت يعني المخلل المشكل ده كفيل. بس احنا بقى ايه، لازم مدام رمضان كل سنه وانتم طيبين لازم الزيتون بيبقى سبحان الله ليه طعم تاني كده في رمضان الزيتون ده والله، مع ان شوفوا طول السنه يبقى موجود، بس نحس برضو برمضان كده مع الزيتون. ما تعرفيش ايه بصراحه السر في كده، او ايه يعني ايه الفكره في كده، بس احنا بقى اتعودنا على كده. يبقى رمضان كريم يبقى لازما ايه الزيتون على الفطار. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، ادي المخلل بتاعي ما شاء الله ما شاء الله. خرطته بقى وظبطته زي ما انتوا شايفين، مسكته بقى غسلته وقمت لفاه بميه بشويه ملح كده وبيته صراحه لتاني يوم. احنا كده بقى تاني يوم جبت البرطمان بتاعي وهبدا اعبي الليفت بتاعي كله او المخلل على بعضه كده اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه البرطمان ده كبير، فانا ايه مش هيتملى قوي يعني، بس هو خد كميه حلوه لان البرطمان ده اللهم بارك كبير. فاحنا يعني عمره ما يخلص اساسا يعني في رمضان ما شاء الله، لان طبعا بيبقى الخير كتير ويبقى الاكل كتير، فبس بتبقى حته زنطه كده كفيله وخلاص على سفرتك بس او على الطبليه بتاعتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا بقى ايه، ده انا بصوا عبيت البرطمان يعني هو بدا يبقى النص كده. معايا بقى حته بنجريه حمرا كده هبدا اخرطها إيه احطها كده في شفشق الخلاط لو عندك، لو حابه تخرطيها او تبشرها بالمبشره على على المخلل على طول مفيش اي مشكله. بس انا صراحه استسهلت يعني وقلت انا هضرب ايه الملح مع البنجره ديت، حته البنجره ديت مع الميه في قلب الخلاط. يعني ايه قلت عشان بس افرم الخلاط حته البنجريه دي حلو في الخلاط، لان طبعا كانت متلجه وجايه من التلاجة من الفريزر يعني. وهحط طبعا مش هننسى طبعا معلقه السكر اللي بتخلي المخلل مقرمش وزي العسل. شايفين بقى اللون بسم الله ما شاء الله، اللون ده بقى مركز وبقى ايه مركز كده ولون عسل. هبدا بقى املى البرطمان ميه لحد ما ايه ما اغطي المخلل بتاعي او اغطي اللفت كله كده بالميه. اللهم بارك طبعا انت بتحطيش ملح كتير يعني، انا حطيت على كميه المخلل ديت قولي حوالي 5 معالق ملح، كتير قوي او كفايه قوي عليه. ما شاء الله انا عامه ما بحبش اخلي الملح كتير يعني ايه، ما بحبش الحادق او المخلل بتاعي يكون محدق قوي. لا انا بحب الحدق بتاعه يكون حلو، بحيث اللي ياكل منه ما يتعبش وما يبقاش حادق جامد عليه. بصوا خلاص طبعا ضفت اهم حاجه طبعا معلقتين السكر، هي اللي بتساعد على قرمشه المخلل بتاعك لاخر واحد. زي طبعا انا مخلله معاكم قبل كده مخللات كتير في القناه، وطبعا معلقه السكر اساسيه. اللهم بارك ادي شكل المخلل بتاعي زي الفل. ان شاء الله باذن الله كده هبقى اوريهولكم بعد كده لما يتخلل كده واللون يغمق عن كده هوريهولكم باذن الله. خلاص هنبدا بقى نحطه على جنب كده ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض. كده خلاص احنا كده خلصنا من مخلل رمضان كمان اللي هو المخلل المشكل بقى، ونركنه على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. إيه زي ما قلت لك حاول ان انت تفرزي لك شويه طماطم الايام ديت، لان بصراحه بيقولوا الطماطم هتغلى يعني، فنلحق بقى نفرز لنا شويه. اللهم بارك ادي البسله بتاعتي كمان انا كده كنت فرطتها خالص اهوت فصصتها كده، وقطعت عليها كمان كام حبايه جزر كده عشان خاطر برضو هخزنهم. طبعا عندي الاكياس اللي هي الصغيره ديت اللي هي الاكياس بتاعت اللي كنت جايباها للعجينه بتاعت الطعميه والفول. قلت ايه انا هعمل كل شويه البسله على قد طبخه، لان طبعا احنا في رمضان مش بنطبخ كتير يعني كده بيبقى كفيل. ايه هتعمليه كده جنب على حته لحمه جنب جنب فرخه جنب ايه اي حاجه يعني، بيبقى حلو قوي. طبعا رمضان بيبقى خيره كتير فما بنكترش في الاكل يعني، ما بنكترش في الطبخ والحاجات دي، بنحاول نعمل كل وصفه كده او كل طبخه على قد الفطار ما يتبقاش اكل مننا كتير. انا طلعت دولت كان 2 كيلو بسله، طلعتهم على 4 اكياس زي ما انتم شايفين وما شاء الله كيس مليان وزي العسل. طبخه يعني طبخه يعني مش حبه صغيرين لا حلوين قوي زي الفل اهو. طبعا انت بتعملي العدد على حسب عدد اسرتك يعني، كل واحدة بقى طبعا عارفة عدد أسرتها فبتفرز أو بتعين الحاجة على قد إيه العدد بتاعكم يعني وكده. فأنا عملت كده على قدنا أهو،
عملتهم على 4 طبخات. وزي ما قلت لك ان شاء الله باذن الله ان عشنا يعني وكنا من اهل الدنيا، يوم الاسبوع الجاي او من السوق الجاي هروح اجيب برضو حوالي 3 كيلو بسله كمان كده ولا حاجه، وكفايه قوي وحلوين قوي، يبقوا 5 كيلو زي العسل اهو. اللي بحطهم بالجزر بتاعهم زي ما هم، ما بيجرى لهمش اي حاجه. وطبعا لما باجي اسويها بقى او نطبخ البسله يعني، بطلع البسله طبعا انا كنت غسلاها ومخليها زي الفل، واسبك التسبيكه واحطها على طول في قلب التسبيكه وبتستوي وتبقى معاها زي الفل. الغدا بتاعنا النهارده بقى كان ايه؟ كان محشي، كنا عاملين شويه محشي مع بعض. وانا عشان عملت المحشي معاكم كتير على القناه فما حبيتش ان اجيبه لكم بالتفصيل يعني. انا جبت لكم بس كده ايه، كنت بقور الكرنبه الحلوه ديت علشان خاطر طبعا هسلقها وايه ونعمل شويه محشي. عايزه اقول لكم كانوا زي الزبده والله، كان حبه محشي عسل عسل كده والله عليه بقى في السقعه دي. ايه رايكم بقى؟ لفيت المحشي وخلصته في ثانيه الا ثانيه، مفيش اسرع من كده بقى. علقنا على المحشي بتاعنا وكنت عامله جنبها فراخ ما شاء الله ما شاء الله. اهو شايفين الاكل بقى، المحشي سخن كده وحاجه صراحه تفتح النفس يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على رسول الله في الكومنتات. وليله النص من شعبان يعني كلها ليله الخميس ان شاء الله. ما تنسوش بقى الاستغفار والصلاة على النبي كتير، وصلي واقرأ قرآن. الليلة دي حلوة قوي، بتغفر فيها الذنوب وبترفع الأعمال. فربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، اللهم آمين. وينعاد علينا وينعاد عليكم بكل الخير يا رب، اللهم آمين. وكده يكون الفيديو خلص، اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.